ما شفتش ملخص الحلقة اللي فاتت من وان بيس ووصول طاقم قبعة القش لجزيرة الايج هيد، فارجع شوفه الاول. ولكن في البداية لو انت لسه ما اشتركتش فانزل واشترك، لان اشتراكك بيفرق معايا جدا. فنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وندعي لاخواتنا واهلنا في فلسطين، ويلا بينا نبدأ. بعد وصول مجموعة لوفي لجزيرة الايج هيد، وشافوا هناك الاختراعات والتطور الجميل اللي على الجزيرة. وبالفعل هذه الجزيرة تستحق ان يقال عنها انها تمثل المستقبل. جزيرة كلها اختراعات والات وروبوتات وحاجة قوية جدا. هذه الجزيرة التي علمتها الدكتور والعالم فيجا بانك اقوى عقل وذكاء على وجه الكوكب. أخيرا توقفنا مع المجموعة بعد ما قابلت نسخة من نسخ فيجا بانك، ووقتها الطاقم ما كانش مصدق إن فيجا بانك بشحمه ولحمه هو اللي واقف قدامهم. لكن الوحيدة اللي ما كانتش مصدقة هي بوني، وبتقول لها أنت بتقولي إيه؟ أنا عارفة فيجا بانك كويس. في الوقت ده بنروح للعالم الجديد وبنشوف سفينة بحرية وهي ماشية في البحر، وبيكون داخلها عملاء السايفر بول. بيكلم لوتشي كاكو وبيقول له مش فاهم ايه اللي المفروض نعمله دلوقتي. بيرد عليه كاكو وبيقول له اسمعني كويس، انا هشرح الامر بالتفصيل مرة اخرى. اولا اللي موجود في العالم كله هو فيجا بانك واحد، ولكنه عبقري لدرجة ان الوقت ما كانش بيكفيه يعمل كل حاجة في وقت واحد، وكان دايما محتاج حد يساعده. وعلشان يحل المشكلة دي جات له فكرة عبقرية، وهو انه يقسم نفسه لست اشخاص، والستة دول يكونوا اتباع ليه. ومعانا اول واحد وهو بنكي 01 واسمه شاكا الطيب، والتانية هي بنكي 02 ليلس الشر، والتالت هو بنكي 03 اديسون المفكر، والرابع هو بنكي 04 فيثاغورس الحكمة، وبنكي 05 هو اطلس العنيف، وبنكي 06 هو يورك الطمع. يعني باختصار النسخ دي هي تابعة لفيجا بانك الأصلي، ولكن فيجا بانك حط صفة واحدة منه في كل نسخة من النسخ دي. بيقول له لوتشي انت ازاي عايزني اصدق حاجة مجنونة زي دي؟ الظاهر ان العجوز ده هيكون مهمة صعبة جدا واتباعه هيكونوا مزعجين. وبنشوف معاهم السرافيم اللي شبه كوما، وبيقولوا ان مهمتهم هي الذهاب واعادة هذا السرافيم الى الايج هيد، وبعدها القضاء على فيجا بانك. يا الهي ما هذا الذي نسمعه؟ الحكومة عاوزة تقتل اذكى رجل في العالم، بيقول كاكو، ولكن لازم ناخد حذرنا وما ندمرش اي شيء قيم في الجزيرة من اختراعات. يقول لوتشي وهو زعلان، يعني المهمة نقضي على اكتر رجل مفيد للعالم. يا للأسف. بيقول يا ترى هل الامر ده له علاقة باللي حصل في جزيرة لولوسيا من كام يوم؟ بتقول له ستيسي يا ريت ما تحشرش نفسك في اللي مالكش فيه، خلينا نركز في اللي احنا جايين علشانه، مع ان كلامك فيه بعض المنطق. بيقول لها كاكو عندك حق، لوتشي عاوز يجيب لنا المصايب لحد عندنا علشان خاطر ما تدخلناش في مشاكل يا عم لوتشي، احنا فينا اللي مكفينا. وبعدها بنرجع تاني لجزيرة الايج هيد، وبنشوف تحت جيمبي والبنت العملاقة اللي قالت لهم ان هي فيجا بانك. بيقول لها جيمبي هو انت فعلا فيجا بانك اللي بنسمع عنه؟ فبترد عليه وبتقول له نعم. بيقول لها جيمبي بس انا ما سمعتش قبل كده ان فيجا بانك كان طفلة او حتى عملاق. لكن اطلس بتنفض له وبتكلم لوفي وتشوبر وبتقول لهم شكلكم شبعتوا على الاخر. وبنشوفهم هما التلاتة بقوا عاملين زي براميل الطرشي، ولوفي بيقول خسارة ان الطاقم مش موجود هنا علشان يشوفوا آلة الطعام دي، احنا هناخد واحدة منها واحنا ماشيين هنحطها في السفينة. ووقتها هما قاعدين بيدردشوا بيظهر كلب آلي قدامهم، بيقول جيمبي ما هذا الشيء؟ بتقول له اطلس ان ده اسمه ريكس 1، والروبوت ده مصنوع علشان يقوم بتفكيك واعادة تدوير كل النفايات اللي بياكلها. وفعلا بنشوفه هو بدأ ياكل كل حاجة قدامه، وبيقول له في ان الاختراع ده جميل جدا، وبيحدف عليه علبة البيبسي الفاضية. لكن الكلب بيعلم عليها بعينه وبيعرف مين اللي رماها، وبيأشر عليهم هما التلاتة وبيطلع يجري وراهم. خير ما عمل والله علشان يخفوا الوزن ده شوية. بتقول بوني انا والله مش قادر اجري، اهدى شوية يا عم الكلب، انت ليه بتتصرف بغرابة كده؟ بتقول لهم اطلس ان ريكس بيكره الاشخاص اللي بيرموا الزبالة علشان كده بيطلع يجري وراكم. بيقول لها لوف الله يخرب بيتك ما قلتيش كده ليه من بدري؟ وساعتها الكلب بيقفشهم وبيكسرهم هما التلاتة وبيخليهم يرجعوا لوزنهم الطبيعي. بتقول لهم اطلس بعد كده ارموا الزبالة في سلة الزبالة والا هيرجع لكم مرة تانية. بيقولوا له حاضر والله احنا اسفين ومش هنكررها تاني.
المهم بتقول لهم اطلس هسيبكم علشان اروح اخلص شغلي. بيقولوا لها هو شغلك ده عبارة عن ايه بالظبط؟ بتقول لهم شغلي هو العنف، وبتطير للسما وباين عليها الغضب من غير ما اي حد يكلمها، وبتضرب التنين تاني. انا مش عارف مالها ومال التنين الغلبان ده والله. ووقتها بقى وهم واقفين بيلاقوا شوية أطفال معديين من وراهم، بيقولوا تشوبر من هؤلاء؟ بتقول له بوني احنا في مختبر وأكيد هم باحثين. بيقول جيمبي احنا من شوية كنا لوحدنا على الجزيرة ودلوقتي بقى في ناس بتظهر من العدم، أنا مش مرتاح للي بيحصل هنا بالظبط. وبوني مستغربة من الملابس اللي هم لابسينها، وساعتها بنشوف إن لوفي اختفى من جنبهم. وبنشوف لوفي المرة دي راح لآلة صنع الملابس ودخل جواها، والآلة بدأت تغير هدومه وتلبسه هدوم جديدة. وبنشوف شكله اللي بقى لابس زي الباحثين اللي شفناهم من شوية، وبيقول لهم اللبس خفيف جدا وبيدي راحة كبيرة للجسم. كلهم بيعجبهم اللبس وبيقولوا له انت جبته منين؟ بيعرفهم على الآلة وبيدخلوا هما التلاتة يختاروا اللبس بتاعهم، وبيطلعوا بشكلهم الجامد جدا. يعني دلوقتي آلات بتأكلك وآلات بتلبسك، بصراحة مفيش أجمل من كده. بتقول لهم بوني خلي بالكم علشان انتوا دخلاء هنا، وبعدها بتودعهم وبتقول لهم انا هروح ادور على اي سلاح وهشوف في جبانك فين. بيقول لها لوفي خلي بالك من نفسك، وبترحل بوني، ولكن فجأة لوفي بيلاحظ بهاك التنبؤ وبيحس بشخص جاي عليهم، وبينادي على بوني وبيقول لها استني عندك. وساعتها بوني بتسأله في ايه؟ بينظر لوفي لبعيد وبيقول انا شايف قدامي دلوقتي كوما، وفعلا بتظهر نسخة باسيفيستا للطاغية كوما قدامه ولابسة لبس المختبر. بيقول لوفي يا ترى هو بيدور علينا ولا على حاجة تانية؟ وبنشوف من منظور كوما وهو فعلا بيدور عليهم وسط الناس اللي على الجزيرة. وبيكون لوفي قاعد ومستعد وبيفعل الهاكي لأي هجوم محتمل، وبيستخدم الهاكي مرة تانية وبيتأكد لوفي ان خلاص كوما جاي عليهم. بيقول بسرعة لجيمبي وبوني وتشوبر يلا نهرب من هنا، وساعتها كوما بيتجه ناحيتهم فعلا. بتقول لهم بوني فهموني ايه اللي بيحصل؟ بيقول لها لوفي مش لازم تفهمي دلوقتي وركزي على الهرب، احنا في ورطة حقيقية. ولكن الباسيفيستا قدر يحددهم كلهم وبيقول لهم انتم اكلتم ولبستم من غير ما تدفعوا الاموال. وبوني لما بتسمع صوته بتتخض، وساعتها بيهجم عليهم بالليزر هجمة قوية جدا، ولكنهم قدروا يتفادوا الضربة. يعني من الاخر كوما شايفهم حرامية وطالع يجري وراهم، علشان كده بيقولوا له احنا ما عملناش حاجة، احنا خبطنا الآلة بس وطلعت لنا الحاجات دي، يعني ما سرقناش منها ولا حاجة. ولكن بوني دلوقتي اللي شافت الباسيفيستا مصدومة. يقول لوفي الجيمبي انا مش شايف اللي احنا عملناه ده يستحق الموت، ولكن لازم ندافع عن نفسنا بكل قوتنا والا هنموت. بيجهز الباسيفيستا للهجوم مرة تانية وبيهجم على لوفي اللي بيجري ناحيته، ولكن لوفي بيتفادى الضربات بسهولة، وعلى طول بيقفز لوفي للأعلى وبيوجه ضربة ناحية كوما. ولكن وقتها بنشوف بوني بتجري وبتطير هي كمان للسما وبتضرب لوفي ضربة قوية جدا بتخليه يترزع في الأرض. بيقول لها لوفي ليه عملت كده؟ لازم ندافع عن نفسنا وإلا هنموت. ولكن بوني بتنهار وبتبدأ البكاء. يا إلهي ما هذا؟ بوني بتنظر لكوما لأنه بالطبع نسخة من أباها، الفتاة الصغيرة لا تتحمل، وبتقول للوفي هذا أبي، وبيستعد الباسيفيستا علشان يهجم على بوني. وبوني بحزن شديد بتقول اللي قدامنا ده هو أبي الوحيد، أبي الوحيد المتبقي من كل عائلتي. ولوفي بيتصدم وتشوبر وجيمبي مش مصدقين اللي سمعوه، وبيقولوا والدك اللي تحول إلى سايبورغ هو بارثولوميو كوما. دموع بوني لا تتوقف عن البكاء، وبنشوفها وهي طفلة لما أبوها كان شايلها وهما الاتنين كانوا فرحانين جدا. يا إلهي ما هذا المصير الحزين؟ بتقول للوفي أرجوك ما تأذيش أبي، لكن لوفي بيجري عليها وبيقول لها اهربي أيتها الغبية، ده مش أبوكي، ده واحد من الباسيفيستا الموجودين حول العالم. لكن وقتها الباسيفيستا بيطلق عليهم ضربة ليزر قوية جدا بتفجر جزء كبير جدا من الجزيرة. وساعتها فعلا الضربة جت في بوني ولوفي، بس يا ترى هم عايشين ولا ماتوا دلوقتي؟ بعدها بنروح للعالم الجديد في مكان ما في البحر، وبنشوف هناك سفينة لو والطاقم بتاعه، وبيكونوا سعداء وقاعدين بيتشمسوا وبينضفوا السفينة.
فجأة بيحس لو بحاجة غريبة جاية قدامهم وبيروح يشوف فيه ايه، وبيلاقي دخان كتير بيغطي جزء كبير جدا من البحر، وفي صواعق بركة عمالة تضرب جواه، وبتظهر سفينة اللحية السوداء وعلى متنها اليونكو مارشال دي تيتش اللي بيقول أخيرا فارست وصلت لحد عندي. بيحس له بالوضع اللي هو فيه وبيكلم الطاقم بتاعه وبيقول لهم استعدوا حالا. وأخيرا بتظهر سفينة اللحية السوداء وبيتقابلوا هما الاتنين قدام بعض. بيقول له أنا عارف من دلوقتي إن مفيش مكان للهروب بعد اللي عملناه في بلاد وانو، وكل القراصنة الكبار هتبقى عايزة تمسكنا، علشان كده هيظهروا لنا واحد ورا التاني، ولكن إحنا مش هنتراجع أبدا. وأخيرا بيظهروا الواحد ورا التاني من طاقم تيتش، وأول واحد معانا هو اسمه بورجيس صاحب فاكهة القوة، وفان أوجر صاحب فاكهة الانتقال الآني، وبعدها بيظهر طبيب السفينة هو والحصان بتاعه دوك كيو صاحب فاكهة الأمراض، وطبعا امبراطور البحر اللحية السوداء اللي بيقول هيا بنا نبدأ الاحتفال. ولو كمان بيقول لرجاله استعدوا يا رجالي، يا إلهي ما هذا الجنون في العالم الجديد. معركة أسطورية على وشك أن تبدأ، قتال قوي جدا بين اتنين من أقوى الأشخاص على الإطلاق. لو مهتم تعرف ايه اللي هيحصل استنانا الحلقة القادمة، ويا ترى ما الذي سيحل بجزيرة الإيج هيد بعد وصول سايفر بول. الأحداث مشتعلة جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولو انت وصلت لحد هنا فانا احب اشكرك من كل قلبي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة، وسلام.